شرطة نايمة فوق السطر، نازلة ببطن تحت السطر، فيها سنة صغننة، نقطة صغننة، حرف الجيم. هذه طريقة خطأ تماما. هيا بنا نتعرف على الطريقة الصحيحة لحرف الجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مس إيمان. لو أول مرة تشوفني متنساش اللايك والشير والمتابعة والكومنت الجميل. يلا نكتب حرف الجيم بالطريقة الصحيحة. حرف الجيم يمر بأربعة مراحل. أول مرحلة شرطة نايمة على السطر لطفلك 3 سنوات ونصف، شرطة نايمة على السطر ويكررها أكثر من 5 مرات، شرطة نايمة على السطر أكثر من 5 مرات. المرحلة الثانية هو أن نقول له بطريقتين. أن نقول له في المرحلة الثانية شرطة نايمة على السطر، طالعة بمظلة فوق السطر، طالعة بشرطة فوق السطر، لك أن تختاري أي طريقة ما. أو شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، ماشية على السطر، هذا حرف الجيم. شرطة نايمة فوق السطر، ماشية لحد السطر، ماشية على السطر، هذا حرف الجيم. المرحلة الثانية خدنا الأولى والثانية، ندخل على المرحلة الثالثة، وهذه أهم مرحلة في تأسيس طفلك. ركزوا معي لكي تستفيدوا بقدر كبير. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، بوسة الماما، هحطها لأ. شرطة نايمة على السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، هذا حرف الجيم. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، هذا حرف الجيم. نصل هنا بقى للمرحلة النهائية. بعد ما خدنا المرحلة الأولى شرطة نايمة على السطر، المرحلة الثانية شرطة نازلة على السطر، ماشية على السطر، المرحلة الثالثة شرطة نايمة على السطر فوق السطر، نازلة ببطن تحت السطر. نختم بالمرحلة الرابعة وهي أهم مرحلة، وهي مرحلة التثبيت. بعد المرحلة الثالثة ندخل على المرحلة الرابعة. شرط الجيم، أنا بتكلم في حرف الجيم وهنطبق عليه الحاء والخاء. يعني أنا لا مش هنزل لكم الحاء والخاء، لأن احنا اللي هنعمله في الجيم والحاء هنعمله في حرف الجيم هنعمله في الحاء والخاء، بس الفرق أن النقطة فوق السطر وهكذا، والحاء لم يوجد عليها نقاط. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، بوسة الماما، ده حرف الجيم. إذا أردت أن تعرف حرف الحاء والخاء اكتب لي في التعليقات وأنا أعمل لكم فيديو إن شاء الله. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، حرف الجيم. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، حرف الجيم، بوسة الماما، خلي بالكم بوسة الماما. وبهذا قد انتهينا من أحرف الحاء والجيم والخاء. حرف الجيم هنا بقى نكتبه بالطريقة الصحيحة الكاملة. هيا بنا حرف الجيم خدناها ب4 مراحل وكتبنا ال4 مراحل، تبقى المرحلة الأخيرة الفينش النهائي، إن أنا هخلي ابني وأعلمه يلا يا حبيبي انطق ده حرف إيه واكتب ده حرف إيه. صدقيني لو علمت ابنك بالطريقة دي هيبقى طالب محترف في التأسيس لو مشيتي بهذه الطريقة، ولك أن تتخيلي الحروف البقية شرحها بطريقة رائعة. هيا بنا. شرطة نايمة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، بوسة الماما. مرة أخرى سريعا بقى. شرطة نايمة فوق السطر، نازلة على السطر، نازلة ببطن تحت السطر، بوسة الماما. هو هتلاقي الطفل مباشرة يتجاوب معك مباشرة. جيم. أتمنى تكونوا استفدتم وقد نال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد. هذه حصص من حصص الأونلاين بهذه الشكل وبهذه الطريقة. أتمنى تكونوا استفدتم. السلام عليكم.